السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، بس قبل نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى جايين في شوية معلومات كده باذن الله هتفيدك. وطبعا بقى ايه شوية معلومات كده ازاي تعرفي امتى تعرفي البطة بترقد على البيض، وكم عدد بتبيضه، وازاي ننيمها كده في الخزانة بتاعتها. بجد معلومات هتفيدك بإذن الله. بس أهم حاجة شجعيني باللايك والكومنت الحلو عشان أفضل مستمرية معاكي وأتشجع بيكي كده دايما، وأنزلك فيديوهات ووصفات ومعلومات برضك. عشان لو ما عندكش أي خبرة في الطيور، أي بنوتة كده لسه مستجدية في تربية الطيور، بإذن الله تستفادي مني وكده إيه إحنا بنستفاد من بعض. زي ما أنت شايفة كده أنا طلعت طبعا حطيت للطيور بتاعتي للبط كده وجبة كده. فطبعا ده هتقولي نوعه ايه البط ده؟ ده بط مسكوفي حلو جدا جدا. فما شاء الله بينتج عندك بيض. وطبعا هقولك ازاي تخلي البط عندك يبيض، البطة تبيض بيض كتير، وفي نفس الوقت يكون ازاي تنقي بطة حلوة. تمام. فانا اول حاجه حطيت لهم اكل كده، كان عندي بقى دش ورجيع ونص كيلو كزب كده حطيتها لهم، وشويه عيش وشويه بقى ايه اكل كده او خضروات كده كانت باقيه عندي في التلاجة دبلانه. فبدات اللي انا عملتهم كده إيه دربتهم كده في بعض وشويه ميه عليهم، وحطيت لهم كده الاكل، وحطيت لهم برضو شويه ميه. وطبعا الحمام بتاعي برضو بياكل. فانتوا لو حابين ان انا اعمل لكم وصفات للحمام اكتبوا لي كده في الكومنتات، وباذن الله هعمل لكم فيديوهات تفيدكم للحمام. اول حاجه الفيديو بتاعنا النهارده بيتكلم عن امتى البطه بترقد على البيض، وكم عدد البطه بتبيضهم. فطبعا انا اول حاجه عايزه اعرفك معلومه. اول حاجه لازم تختاري البطه صح والذكر صح. يعني ازاي صح؟ يعني اللي تكون بطه كويسه وحلوه، وفي نفس الوقت الذكر يكون كويس. لان طبعا لو انت اخترتوا الام والاب كويسين هيطلعوا معاكي سلالة زي الفل، وهتبقى معاكي تربية ناجحة. من اقل اكل او من اقل وصفة تحطها لهم باذن الله هيرموا معاكي لحم وهيزيدوا. زي ما انت شايفة كده ما شاء الله. اللهم بارك كده ما شاء الله. كل البط ده كله مفقوس عندي. فأول حاجة تعرفي ازاي تنقي نتاية حلوة. اول حاجة لازم تنقيها مليانة، وما تكونش رجليها قصيرة، لازم تكون رجليها مرتفعة. يعني إيه لو لقيتيها رجلها قصيرة تعرفي اللي هي زي قزمة او زي اللي هي مقرمدة كده، ما تطلعش معاكي انتاج حلو. لكن احنا عايزين نسيب حاجة في بيتنا تكون تنتج حلو، لازم نختار بطة تكون مليانة وطويلة كده. وبتعرفي البطة النتاية بتلاقيها مدورة كده ومليانة، وفي نفس الوقت تلاقيها رجلها مرفوعة لفوق طويلة يعني. فما شاء الله تبقى معاكي حلوة. وبرضو كذلك الذكر هتلاقيه برضو الذكر عامة بيبقى طويل وعريض. وتلاقيه برضو رجليه عالية برضو مرتفعة. هتبقى معاكي ما شاء الله سلالة حلوة، وهتجيب معاكي بط حلو. تمام. فطبعا امتى بقى البطة بتبيض؟ البطة بقى اما بتاكل حلو وبتأكلها اكل حلو وفي نفس الوقت هتلاقي البطة معاكي بتتقل. وبعد كده وقت ما بتيجي تنام بتنام بتبيض الأول. طبعا لو هي البطة سلالة حلوة وتقيلة هتلاقيها بيضت معاكي 13 بيضة في 18 بيضة 17 بيضة في الحدود دي. دي لو بطة حلوة اللي هي تقيلة وسلالة حلوة هتبيض معاكي أقصى حاجة 18 بيضة. تمام. وبتنام امتى بقى؟ بعد ما تبيض البيض اللي هي بيضته، يعني بيضت 15 بيضت 10 بيضت 18. بعد ما تتمم البيض كله طبعا انت اول حاجة تحط لها شوية قش في الخزانة. وبعد كده ما تخلص البيض هتبتدي اللي هي تجيب ريش نعام كده بيغلف البيضة معانا وبيدفي البيض معانا. وبعد كده بعد ما تخلص البيض اللي بتبيضه وتتمم بقى العدد بتاعها بتبتدي اللي هي تنام عليه. بتنام عليه كام يوم؟ بتنام عليه 30 يوم. 30 يوم
شهر بالضبط، يعني من أول الشهر، لو بيضت من أول الشهر تبيض تفقس في تاني شهر من أوله، يعني شهر بالضبط 30 يوم. وطبعًا في الصيف، في دخلة الصيف إحنا داخلين على الشتا، فما بتبيضش قد كده في الشتا، بس لكن لو أنت أكلتيها نسبة علف كل ما تيجي تبيض هتلاقيها تتقل معاكي، وفي نفس الوقت هتبيض على طول. بس انت لو منعت عنها العلفة مش هتبيضلك الا ممكن بطنين، يعني مرتين في الشتاء. بس لكن لو انت ما منعتيش من عنها العلفة هتبيضلك زي الصيف بالظبط. فالعلف بتاعنا اساسي، مش تقول هاكلها عيش وخضره وحاجات من دي و... ورده وكزب والحاجات دي، لا. لو حطيت الحاجات دي ومعاهم شويه علفه، نص كيلو علفه للبطه اللي هي بتبيض، هتبيض على طول معاكي في فتره الشتاء، في فصل الشتاء. تمام، هتبيض زي الصيف بالظبط. فخدي بالك. طبعا لو انت عايزه البطه عندك تبيض على طول، فبعد كده بقى ايه بتفقس. ما تتمم 30 يوم بتلاقيها فقست ومعاكي البط زي الفل، وما شاء الله تلاقيه معاكي كله حلو، عشان انت منقية النتاية حلوة. مش هتلاقي بطة ضعيفة، بطة هتموت منك، الجنين هيموت من البيضة. فأنا أول حاجة تأسيس معانا البطة والدكر، هما دولت أهم حاجة. بعد كده هتلاقي البطة معاكي هتبيض بيض كتير، وفي نفس الوقت هتلاقي البيض معاكي كله مليان، مش هتلاقي فيه بيض فاضي. فطبعا بقى ايه وفي نفس الوقت ايه هتلاقي كده ايه هتبيض عندك على طول لو انت اكلتها نسبة علف على طول. فممكن برضك تقوليلي طب هي باضت في مكان وهنقلها في مكان تاني؟ لا، ما تنقلهاش، لان لو انت نقلتيها بعدها بتلات اربع ايام او بيومين معلش هتنام على البيض. وفي نفس الوقت انت برضك لو عايزة تأخديها على الخزانة، يعني هي باضت بره كده، هات البيضة اللي هي باضتها وابتدي اللي انت حطها في المكان اللي انت عايزة تنيميها فيه، واقفلي عليها يومين وطلعيها وقت ما تاكل، يعني تفطريها تعشيها، وبعد كده تاكل، وبعد كده ايه تدخليها تاني في الخزانة وتقفلي عليها يومين 2 أو 3 ايام بالكتير. بعد كده ايه تفتحي عليها الخزانة عادي، هتلاقيها نامت على البيض، والبيض معانا سخن والحرارة يعني اشتغلت في البيض، والجنين كله اتكون في البيض بتاعنا. فهي دي كل معلومات النهاردة، يا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم. مع السلامة، متنسوش اللايك.